طب احنا كده اصلا احنا عملنا اختراع كده صغير، ان احنا عملنا اتنين اولسيل اويل سيل. قلسي تمام، او اولسيل. تمام. عملنا اتنين اولسيل في الايه، في اللافيه. تمام. بحيث هو زياده التاكيد ان الايه الزيت ما زيادة يتسربش التأكيد، لا. ويغرق الحته دي. هو الشغل عندي قلسي الاولاني ده فاول الوش هنا ده بنتكل. تمام. فانا بدل ما ملوش نبوظ مجرى. الوش اه ولا نعمل له جلبه، بنعمل له مجرى قلسي تانية. تمام. لما يجي يبوظ فيما بعد بقى تعمل له جلبه. تمام. الغراب ليه عدله ولا هو بيحط كده مجرد بيدخل فيه؟ لا هو بيركب زي ما هو كده. تمام. طبعا يعني الشحط ده عشان القلسيل اللي احنا ركبناه جديد. تمام كده ايه، بركب الايه الضفر بتاع الايه بتاع السوستة. تمام كده. الطبق يا اسطى بركبه الايه اللي جوه كده، بحيث ان هو يخش الفتحه دي عشف معشوم مع الايه مع الغراب. يعني الغراب فيه فتحه كده في النص تخش هنا في الايه، تقعد عليها النحاس. تمام. بحط النحاسه كده ايه بحيث انها ايه تخش فيها. تمام. لازم يا اسطى ده يبقى سوى الايه ده يبقى سوى الالومنيوم، سوى الوش. يعني سوى الوش زي ما هو باين كده في الوقت ان انا هنا منعت ايه الوش خالص هنا. تمام، بحيث يبقى محكوم. يبقى محكوم بحيث برضه انا لما اشد الدبريش يديني الفصل اللي انا عايزه. الفصل مظبوط. تمام. واحنا هنربط كده ماشي. تمام. يعني هو وش الدبراج يا اسطى بقى ليه عدله ان دي لازم تبقى تحت. وهو عباره عن ايه؟ عن 3 مسامير. لازم المدخنه او المبخره دي تبقى لفوق، والوش ده نازل من تحت بالمنظر ده. يعني لازمة المبخرة يا اسطى انها بتنفس للموتور. تمام. وهل موضوع الزيت الزيادة ده لو اتحط زيت أكتر من نص كيلو بيطلع منها فعلا؟ فعلا. الصاجة دي ايه لازمتها اصلا؟ لازمتها ان هي ما تدخلش تراب في قلب الطنبورة وهي دايرة. تمام. العجلة ماشية يعني كأنها صدادة للطنبورة ما تخشش تراب أو مية ولا حاجة. أو مية أو زيت أو الكلام ده. تمام للطنبورة. ده تقيل. تمام. طيب دلوقتي يا اسطى احنا قدامنا 4 صوابع، فدول اللي بيركب فيهم التيل، صح كده يا اسطى؟ تمام. وده عكس وده عكس العجله مكون من 3 حاجات. تمام. المشرشر الداخلي ده. تمام. وبعد كده الالوز، بعد كده ايه الفتحه دي اللي بيخش فيها بنزين. ده المشرشر الداخلي ده طبعا اللي بيحرك الايه؟ الطنبوره. اللي بيحرك الطنبوره اللي بيخلي اصلا الفيسبا تمشي. تمام. الالوز اللي فوق ده بتاع صموله الطنبوره، الصموله الكام؟ 24. الصموله ال 24.
والجزء ده او الفتحه دي فتحه دي التيله، مجرة التيلة، بحيث ان لو حصل لا قدر الله الصاموله دي فوتت او فكت ما تمام. تخرجش بسبب ان التيله دي تنطرش معاكس بره معاكس. تمام. والبنز ده بنز الفرامل. تمام. تمام. انا عشان اركب البتاع ده التيل علاقه التيل دي اصل دي امتى بركبها وامتى ما بركبهاش؟ لا دي لازم تركب. لازم تركب. دي ملاش يعني، دي مش معناها ان التيل خلاص قرب يبوظ فانا بعليها شويه كده. ده معنى التيل بيخف معاه من الخشب بتاعه. تمام. هي بقى بتعلي اللافيه. تمام. مطرح الابايب يعني بتركب تاني تحت القبار دي. تحت القبار. تمام. يبقى حته صاجه بركبها هنا او هنا. صح كده. تمام. دي سوسة فرامل. تمام. دي سوسة الفرامل بحيث ان الايه ده يرد. طيب دلوقتي اللي بيحصل لو انا ماشي وبضرب فرامل، ده المنظر اللي بيحصل جوه الموتور. ده المنظر اللي بيشتغل. بيحصل ان السوس ان البنز اللافيه بيرفع، او اللافيه ده بيرفع الاثنين تيله دول، فبيحصل ان ده او التلتين دول بيوسعوا اكتر من القطر بتاع الطنبوره، فيحصل عمليه الايه؟ البريك او الفرامل. تمام. طب دلوقتي اصلا المفروض ان انا بصنفر التيل. تمام. عشان كان في جزء اسود ناشف. ناشف زي المنظر اللي ظهر قدامي ده. فانا هصنفر كده المنظر ده. طبعا بنضف كل مكان الشحم او الزيوت اللي باقيه مكان على التيل بحيث ان هو ينشف فيضرب فرامل مظبوط. طيب في حاجه ثانيه اصلا، في ناس ما بتعرفش اذا كان التيل بايظ ولا لا. المفروض ان انا بعرف التيل بايظ من القيمه بتاعه اللحميه اللي جوه دي. اللحميه دي على الالومنيوم. مش لحميه الالومنيوم، لا اللحميه الثانيه، الماده الثانيه دي. تمام. تمام. المارش. تمام. المارش طبعا ده اصلا المكان بتاعه في الكارتيره الخارجيه اللي هي الناحيه الثانيه. تمام. المفروض بيركب في الفتحه اللي هي قدامنا دي، ليها طبعا 3 جوايد موجودين. 3 جوايد. فالفرق بين الكارتيره العاده والمارش ان الكارتيره المارش يبقى فيها الفتحه دي وفيها ال3 جوايد دول. تمام. بيخشوا في ال3 جوايد بتوع المارش. تمام. طبعا نسطب بكل سهوله ان حد محتاج يعمل الموتور بتاعه او الفيزبا بتاعته مارش بغير كارتيره ومارش. غير كارتيره بقى لو هي مكنه ام بتبقى مجهزه للمارش، بس تعمل لها 3 جوايد. تمام. يعني هو كل اللي بيعمله عند الخراط 3 جوايد، لكن الفتحه بتبقى جايه جاهزه. الفتحه جايه موجوده مجهزه للمكنه. لكن مش صح ان الكارتيره عاديه تتقلب مارش. بالنسبه الكارتيره لا صعبه، ما فيهاش، هي قاعده اصلا المارش خالص. يعني مش قصه ان انا نفتح فتحه لا هي الكارتيره بتبقى صغيره شويه. تمام. برضه المفتاح كام؟ زي 13. لا كده بنقول انا كده قفلت المارش والموتور تقريبا كده جاهز للتركيب للفيسبا. طبعا دلوقتي هركب الطنبوره بحيث برضه يبقى جاهزه. ومكان الشكمان ده مكان فتحه عادي مش شكمان. تمام كده. انا كده اصلا المفروض بعمل تخشينه عشان المكان هنا ما يجيبش زيت ما بين زور السلندر والايه وفي بق الشكمان، يبقى الكبس مظبوط. تمام. طبعا الشكمان المفروض بيبات من هنا بمسمار 17 بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. التخشينه دي بقى المفروض هنعملها في الجزء ده عشان ما يحصلش تنفيذ هواء او الزيت اللي بينزل اللي هو الشربون ده اللي بينزل على ايه؟ على بق الشكمان.
طبعا انا كده بربط يا اسطى في الورده الداخليه بتاعت الشكمان بالمسمار. بس عشان ما اجي اشرب كده يبقى حاجه نار. بالنسبه اصلا للناس اللي بيقولوا ان في شكمانات 5 زومبا و3 زومبا، تمام. ايه الفرق بين الخمسه زومبا بالنسبه ل 200؟ تمام. بالنسبه لل 200 الخمسه زومبا ده بيبقى دبل مصافي. اه يطلع لك صوت حلو يعني لما لكن الاداء بيفرق الاداء بيفرق اكيد طبعا في السرعه. ما بين الخمسه زومبا و3 زومبا. 3 زومبا بتبقى علبه بس كده وفيها ماسوره من جوه. طب ايه الفرق؟ انا اقدر اعرف شكمان ال3 وال5 من بره ولا ما ينفعش؟ لما دي مع الصناعي اللي يفهمها مش اه. أي حد يفهم الكلام ده. لكن انا كواحد مستخدم عادي او يعني راجل بركب عادي ما اقدرش اعرف الفرق بين لا ما الاثنين. تقدرش تحكم الكلام ده. لكن ما فيش فرق، اي فرق لا ده بيختلف. في فرق ان عندك الخمسه زومبا بتوع الشكمان دول اه. هنا في علبتين جوه الشكمان. تمام. بعد كده الكوع. تمام. ال3 زومبا بتبقى علبه واحده فيها فتحات من الزور للعلبه من لكن جوه. انا من بره ما اقدرش اعمل فرق. من بره لا. يعني دول ما يعتبرش. دول اللي تقدر تحكم عليهم، ما تقدرش تحكم على حاجه تاني. يعني دول 5 زومبا كده. تمام. في شكمان 3 زومبا، لا دول 3 بس. 3 وفي شكمان تلاقيش فيه حاجه خالص. تمام. ده يبقى بتاع من العلبه للكواليتي 200 برضو؟ في منه 200 وفي تمام. 150 نفس النظام. ده برضو اللي هو موجود في السوق اللي هو موجود في السوق اللي هو حاجات زي الهندي تمام. مصر. في ناس بقى اصلا بيفتكروا ان علامه البيادج اللي موجوده على الشكمان، والشكمان رغم ان ثمنه تمام حوالي 75 او 80 جنيه يفتكروا ان هو ايطالي يفتكروا عشان إن هو هو عليه إيطالي. علامه البيادج. علامة البيادج. طبعا الكلام ده بما ان انت صناعي فبتقول لنا تمام. الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده فعلا مشوار مش الحفر ده مظبوط. ممكن اقدر احفر على اي شكمان ايه زي ما انا عايز. حفر عادي يعني دي مكنه 200 تمام. تمام. هيظهر لك مثلا هنا في ايه بادج بدل الكلمه دي بيكس هنا تمام. 150 200 ده الفرق بين ايه. لكن اسمها الكلام ده مش الأصلي. اصليات عشان بيحصل لبس كتير. ده مش الاصليات. تمام. دلوقتي اصلا المفروض احنا هنركب طندوره. تمام. تمام. هنركبها عادي جدا، انا هنسقطها هنا ما فيهاش اي مفيش اي مشكله. تمام. دي طبعا بركب ورده جوه. كده بركب الصاموله ال 24. الصاموله دي اصلا تختلف عن المكن العادي. في 22 وفي 24. لا هتكلم عن ناحيه المشرشر. من ناحيه المشرشر. اه. ازاي؟ الصاموله دي راكبه غلط. لا هي كده راكبه عادي. لا مش قصدي، اقصد في صاموله مشرشره. في صاموله مشرشره عادي. برضه كتير ممكن اركب مشرشره بدل دي. تركب عادي. ده 24. اليوم 24 بقدر اعرف على العجله. دلوقتي المفروض ان انا بركب طربوش. الطربوش ده عباره عن ايه؟ عن قطع صاج. قطع صاج بنفس التربيعات اللي في قلب الصاموله. طب دي ايه فايدتها اصلا؟ فايدتها ان لما تنزل بردك على الصاموله كده وحط التيله تعمل زي عمليه ضغط ما تخليش الصاموله تفك ايه. تمام. بحيث انه يبقى مفيش احتكاك ما بين التيله وبين الصاموله. الاحتكاك ان الصاموله ما تفكش اكتر من اللازم. تمام. عشان ما تضرش فيما بعد. كانها عامل مساعد. عامل مساعد حتى لو الصاموله فكت العجله ما تقيله اقدر ما تفكش وانا سايق. هي مهويه وهتديك دليل اللي هي بترشح زيت. تمام. لازم تاخد بالك. لو رشحت زيت اعرف انها تفك. تعرف ان هي مهويه. تمام. تضطر اللي هي تدري الميكانيكي يعرض لك عليها. تمام. دلوقتي اصلا احنا المفروض هنشبط الموتور في شاسيه الفيسبا. اتاكد طبعا ان النص مظبوط. في بقى اصلا ملاحظات اتاكد على المسمار ده ان المسمار لازم يكون عدل، ما يكونش جايب كيرف معايا او يكون المسمار متساوي. ده اهم حاجه في الايه؟ في الموتور.
بعد كده بربط مسمار المساعد، صح كده يا اسطى؟ كده انا بركب سلك الفرامل. سلك الفرامل. اهو. تمام. طبعا اصلا ده سلك لازم، ده سلك دبرياج. تمام، لازم افوته من الايه؟ من الشداد. تمام. الجراب راكب مستريح. تمام، ما يكونش مشدود قوي او مرخي قوي. بعد كده بركبه هنا في اللافيه. في اللافيه اه، وبعد كده تبدا بقى تشد باللاكور بتاعك. تمام. تمام. ادوس. ده الراكور يا اسطى. ده اللاكور. تمام. تمام. المكان اللي فيه اللي فيه الدبرياج بجيبه اشده بنسبه معينه. تمام. القطر زن وجوانا سلكتور. طبعا انا كده يا اسطى المفروض بنضف مكان السلكتور او السلكتور بوكس. دلوقتي المفروض بنضف مكان السلكتور بوكس بحيث ان هو الجوان يركب عليه مظبوط وما يحصلش عمليه اي تسريب زياده. جديد عشان تجيبه عايز يعمل حوالي 7.5. ماشي. طبعا الوقت اصلا المفروض ان ننضف مكان ايه الجوان بحيث ان هو ما يسربش اي زيت. مش فيها ليه عشان نحط الجوان ما نعملش على عيوب بقى السلكتوره بتبقى ايه اصلا؟ عيوب السلكتورة. يعني حاجه عشان اختبر السلكتوره بايظه ولا سليمه منين؟ تمام. ما انا بفكها كده. أول أهم شايف الشاكوش ده؟ تمام. بيبقى فيه بوش. بوش يعني اللي فوق لتحت ولا يمين وشمال؟ بوش، شايف الدراع ده؟ اه. بوش كده فيه فوق وتحت زي ما انت شايف. تمام؟ ده كده محكوم، ده سليم. بالنسبة بقى الغواشة دي تمام. تلاقي فيها بوش جامد. بوش برضو ايه؟ القرص ده ذات نفسه. في بوش فوق جامد. وتحت يعني. اه. تمام. ده كده تلاقيها بايظة بره، تنتش معاك الموارد تنتش معايا. اه. انا عشان اركب سلكتوره لازم اطلع صباع الدليل. صباع الدليل. تمام. تمام.
سؤال بقى، بس انا دلوقتي عشان اعرف ان الغيارات على غير الكام. دي كده على الرابع. تمام، يعني اخر ترس اخر ده سنه السن الرابع. دي كده رابع. اول سنه اللي هي دي كده تالت. تمام. كده تاني. تمام. كده موارد. تمام. كده اولاني. كده اولاني. تمام. فهي اخر سنه فيها دي الرابع. دي اخر سنه اللي بيبقى فيها السلكتور الرابع. تمام. تمام. لا اخر سنه العكس بقى، مش اخر دي. سنه العكس رابع. تمام. طبعا بحط وردتين وبقفل. ومسمورين صمولتين كام؟ 11. بيبقى يا اسطى ال 11 بتخش هنا عادي؟ بيبقى العاديه دي ولا بتبقى ادخن لا بتخش عادي. لو ادخن بدق عليها دقه خفيفه. لو ادخن بتلاقيها تحك معاك في السلكتور. انا بشيل الزيادات بتاعت الشوين دلوقتي برضه انها ما تلم الشحن. لا ويبقى المنظر برضك العام مش خلي بالك. كده خلصنا من التظبيط. دلوقتي اصلا احنا المفروض هنركب كل السلوك، كل البنزين والدبرياج. الفرامل طبعا احنا ركبناه. انا هندخله واحد واحد. ده اول سلك، ده ايه ده؟ سلك البنزين. سلك الشفاط. سلك الشفاط. تمام. تمام. بدخله اصلا من الجزء ده. من القاعده بتاعته. تمام. 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 طبعا المفروض بشبطها في الجزء ده كده. تمام. تمام كده صح. بس الشنطة مش جاية معايا. ده هتمسك لك اصلا، هتمسك لك كده خالص. سيب ده بس الله خالص. عايزين نفكر في واحد. سيب. طبعا هو شغال بحيث ان انا اشد الشفاطه دي شغال معايا. تمام. ده سلك ايه يا اسطى؟ سلك بنزين. سلك البنزين بيركب في الفتحه اللي تحت خالص. المفروض بيركب هنا بس. ده سلك البنزين. ده سلك البنزين. ده الشفاط. تمام. تمام. دي مجموعه الساعه اصلا.
دي ماركة الروزيتا بتاعت الكهرباء. روزيتا كهرباء الساعة. اه. كل لون بقى بيعبر عن حاجة أصلا؟ بيعبر عن إيه بقى؟ مثلا الأحمر بيعبر عن إيه؟ ده كهرباء الفحماية. تمام. الأخضر ده كهرباء موبينة. كهرباء الموبينة، الموبينة التكرير؟ موبينة التكرير، لا الموبينة الداخلية. الموبينة الداخلية اللي هي جنب الثلاث ملفات. بالنسبة للفردة البيضة دي ده أرضي. تمام. من الساعة بتاخد للموبينة برضه. تمام. عندك فردتين بردك أرضي وكهرباء للنور. ماشي، دول مجموعة النور كده. دول بتوع النور. تمام، معنى كده الثلاثة دول، الثلاثة طرف دول بيركبوا فين؟ موبينة التكرير. في موبينة التكرير. كل واحد على نفس اللون المرسوم هنا اصلا؟ على نفس اللون. تمام. في ناس برضو كان يعني من ضمن برضو الافتكاسات او من الناس اللي مش فاهمه تمام بيقولوا ان ده علم ايطاليا. تمام. واخد بالك اصلا؟ فهم معتبرين ده علم ملوش علاقه بالايه؟ بالسلوك. تمام. فعايزين نقول لهم ده مش علم ايطاليا، ده هو لا هو علم ايطاليا برضك، ان هو بيثبت لك ان هو احمر وابيض واخضر ده علم ايطاليا. بس هم فاكرين انه منظر، يعني فاكرين انه ملوش دلاله. هي دلالته ان كل لون هنا بيركب على نفس اللون. طب الطرف الرابع هنا اصلا بتاع ايه؟ بتاع كونتاكت البطال. تمام، بيركب برضه؟ فين فيشته هنا؟ تمام. يعني معنى كده اول واحده بتاعت البطال، ثاني واحده الخضراء بتاعت كهرباء الموبينه اللي هنا والاحمر فحمايه والابيض ارض. تمام كده. مش علم ايطالي يعني فلاح.